لو حد جالي من 3 سنين وقال لي انت عندك فرصه انك تسافر المانيا او تسافر اي دوله في اوروبا تدرس ترم او سنه هناك، ما كنتش هصدقه. او كنت هصدقه بس هحس ان الموضوع صعب جدا او محتاج حاجات كتير جدا ممكن ما تكونش موجوده عندي. بس دلوقتي وانا بدرس الترم بتاعي في المانيا اكتشفت ان الموضوع مش بعيد ولا مستحيل، وفي ناس كتير جدا تقدر تعمله بعد توفيق ربنا طبعا. اللي خلاني اعمل الفيديو ده بالذات ان ما لقيتش ناس كتير بتتكلم عن منحه ايراسموس بالتفصيل، وده لاحظته وانا بقدم عليها. وحتى بعد ما اتقبلت ما لقيتش في ناس كتير بتتكلم عن الموضوع ده، وفي تفاصيل كتير جدا كنت محتاج ان انا اسمعها من حد، بس ما لقيتش اي حد بيتكلم عن التفاصيل دي. فالفيديو ده ان شاء الله هيختصر عليك كتير جدا لو انت ناوي تقدم على ايراسموس، وتقريبا هتكلم عن كل حاجه من ساعه ما قدمت على ايراسموس وبعد ما اتقبلت لحد ما وصلت لالمانيا. ولو اول مره تشوفني فانا مؤمن بدرس في تركيا، وحاليا بدرس الترم بتاعي في المانيا. خلينا نتكلم بقى في القصه كلها مع بعض من ساعه ما قدمت على منحه ايراسموس لحد ما وصلت لالمانيا. يلا بينا. طيب اول حاجه سريعا كده، بس ايه هي منحه ايراسموس؟ بتقدم لك ايه بالظبط؟ ايه هي الشروط والمتطلبات بتاعتها؟ خلينا نتكلم كده عن كل نقطه واحده واحده. المنحه دي ببساطه هي منحه بتتيح لك الفرصه انك تدرس ترم او سنه دراسيه كامله في بلد غير البلد اللي انت بتدرس فيها. طيب سؤال مهم، هل لو انا بدرس في اي جامعه اقدر اقدم على المنحه دي ولا لا؟ الاجابه لا، مش كل الجامعات بتتيح لك الفرصه انك تقدم على منحه ايراسموس. هو الموضوع اصلا بيكون عباره عن ايه؟ الموضوع عباره عن بارتنرشيب او شراكه ما بين جامعات كتير حوالين العالم. يعني مثلا عندنا جامعه اهو متعاقده مع جامعه تانية، الجامعه دي بتقول للجامعه التانية انا الترم ده هديلكم 3 طلاب عشان يدرسوا في الجامعه اللي عندكم. كذلك الجامعه التانية بتقول للجامعه دي مثلا انا هديلكم طالبين من عندي يدرسوا في الجامعه عندكم. فبيكون الموضوع عباره عن كده، الجامعه دي بتدي طلاب للجامعه التانية والجامعه التانية بتدي طلاب للجامعه دي، حتى عشان كده اسمه اكسشينج بروجرام او برنامج تبادل طلابي، لان في جامعه بتبادل طلاب مع جامعه تانية. فالمهم في جامعات مش بيكون عندها اي بارتنرشيبس مع جامعات تانية، او مش بيكون متوفر فيها اصلا منحه ايراسموس، عشان كده مش بتقدم اي اكسشينج بروجرام. في مصر مثلا في بعض الجامعات اللي بتقدم اكسشينج بروجرام زي الجي او سي، الاي او سي، جامعه النيل، واي جامعه عامه من 3 حروف. عامه لو عملت سيرش على الجامعه بتاعتك هتعرف هي بتقدم اكسشينج بروجرام ولا لا. انما في الجامعات التركيه تقريبا اغلبها بيكون فيها منحه ايراسموس عادي. منحة إيراسموس ممكن تبقى ترم دراسي أو ممكن تبقى انترنشيب أو تدريب في شركة تانية في دولة تانية. بس أنا دلوقتي كلامي أكتر عن الترم الدراسي. هو الانترنشيب برضو الخطوات بتاعتها أو الإجراءات بتاعتها يعتبر مشابهة جدا للترم الدراسي، بس الفكرة في كده أوراق معينة لازم بتختلف شوية، وفي حاجات كده معينة لازم تتعمل، عشان كده كلامي أكتر موجه للترم الدراسي. وعشان دي برضو الحاجة اللي أنا أصلا عملتها أوريدي فأقدر إن أنا أتكلم عنها بكل الحاجات اللي أنا عملتها بالظبط. طيب هي منحة إيراسموس بتقدم لك إيه بالظبط؟ منحة إيراسموس بتقدم لك مبلغ مادي بيكون حوالي 600 يورو في الشهر لو انت هتروح دوله من الدول اللي ظاهره على الشاشه دي. انا بس السكرين مش قدامي فشوفوا بس كده الدول اللي ظاهره على الشاشه دي، تقريبا منهم المانيا، بلجيكا، ودول تانية كتير. او هتقدم لك 450 يورو في الشهر لو انت هتروح دول من دول الدرجه الثانيه اللي ظاهره على الشاشه دي. دول الدرجه الثانيه مش معنى كده ان هم اقل من الدرجه الاولى، هو بس الفكره ان الاسعار فيهم بتكون اقل نسبيا من دول الدرجه الاولى، عشان كده المرتب فيهم بيكون اقل شويه. خلينا نتكلم بقى عن شروط المنحه. ايه هي شروط منحه ايراسموس؟ هي الشروط بتختلف حاجه بسيطه من جامعه للتانيه، بس انا هقول لكم على الشروط اللي كانت في الجامعه عندي في تركيا، وتقريبا مش هتختلف قوي عن الجامعات التانيه. طيب اول شرط انك تكون جايب جي بي اي 2.3 فيما فوق لو انت بتقدم في مرحله البكالوريوس، او تكون جايب جي بي اي 2.5 فيما فوق لو انت بتقدم في مرحله الماجستير. وبيكون كمان في امتحان انجلش لازم تدخله وتعديه وتجيب فيه درجه كويسه. الله، طب الموضوع سهل قوي، يعني اجيب جي بي اي 2.3 وبعدين ادخل امتحان الانجليش واعديه واخد خلاص المنحه واروح اسافر بره؟ لا، الموضوع مش بالبساطه دي، لان الموضوع في الاخر بيرجع لعدد المقاعد اللي بتوفرها الجامعه عندك لكل تخصص. يعني مثلا الجامعه عندي كانت موفره مقعدين بس للتخصص بتاعي. في التخصصات التانية كان في برضه مقعدين او 3 حاجه زي كده. ممكن مثلا لو في جامعه تانية عدد الطلاب فيها اكتر فهيكون طبعا في مقاعد اكتر. يعني مثلا الجامعه الاولى فيها 100 طالب، فمعنى كده ان احنا ممكن مثلا نوفر مقعدين بس لل 100 طالب دول. الجامعه التانية دي فيها 1000 طالب، فساعتها مثلا ممكن يكون المقاعد عددها 20 واحد. فهو الموضوع بيكون عباره عن نسبه وتناسب ما بين كل جامعه والتانية بناء على عدد الطلاب اللي عندها. وطبعا كل جامعه بتحط عدد المقاعد اللي بتوفرها في كل تخصص على الويب سايت بتاعها، فتقدر ان انت تشوفه برضه على الويب سايت بتاع الجامعه عندك. طب عشان نفهم اكتر موضوع المقاعد ده وتعرف برضه فرصك عامله ازاي بالنسبه للناس اللي حواليك، خلينا كده اديك مثال. خلينا نفترض مثلا ان انت بعد الشر عليك او ممكن تكون حاجه كويسه بالنسبه لك ان انت جايب جي بي اي 2.7. يا ريت، يا ريت، يا ريت، يا ريت، يا ريت. وبعدين دخلت امتحان الانجليش وجبت مثلا 70%، بس في 2 تانيين جايبين جي بي اي اعلى منك وجايبين درجه اعلى منك في امتحان الانجليش، ساعتها هم هيكون لهم الافضليه ان هم ياخدوا المنحه وانت مش هتاخد المنحه، حتى لو انت جايب جي بي اي كويس وجايب برضه درجات كويسه. بس برضه الموضوع في الاخر بيرجع لعدد المقاعد، وبيرجع برضه للناس اللي ممكن تكون اعلى منك. طيب هي الدرجات دي اصلا بتتحسب ازاي بالظبط؟ هو الموضوع بيتقسم ما بين الجي بي اي بتاعك وما بين الامتحان الانجليش 50 50. يعني مثلا انت جبت جي بي اي 2.7، هنقسم ال 2.7 دي على 4 وهنضرب في 50 هيطلع لنا رقم معين، تمام؟ دلوقتي في امتحان الانجليش انت جبت 70%، هنقسم ال 70 على 100 وبعدين هنضرب في 50 هيطلع لنا رقم معين، هنجيب الرقمين دول ونجمعهم على بعض هيطلع السكور النهائي بتاعك اللي هو الجي بي اي بتاعك
زائد امتحان الانجليش. وطبعا السكور ده الجامعه بتاعتك بتطلعه، فما تشغلش بالك بحاجه زي كده. انا بس بقول لكم الحاجات دي ليه؟ بقول لكم الحاجات دي عشان تعرف بس فرصتك عامله ازاي بالنسبه للناس اللي معاك في الجامعه. يعني مثلا دلوقتي لو في ناس جايبين جي بي اي 3.7 3.8 وانت مثلا جايب جي بي اي 3.1 او مثلا 2.5، فالموضوع هيكون صعب حبتين. في بس معلومه سريعه كده وحاجه عايز الفت نظرك ليها، ان لسه في امتحان انجلش، فالجي بي اي بس مش هي الحاجه الوحيده اللي بتحدد كل حاجه. وفي تركيا بالذات اغلب الاتراك اصلا مش بيكونوا عارفين انجلش، او الانجليش بتاعهم بيكون مش احسن حاجه يعني. فانت لو الانجليش بتاعك كويس جدا وجبت درجه كويسه في امتحان الانجليش، ممكن تعدي ناس كتير جايبين حتى الجي بي اي اعلى منك. فامتحان الانجليش يا جماعه ركزوا عليه كويس جدا جدا، لان دي اصلا من احد الاسباب اللي خلتني ناخد المنحه. لان انا كنت من اعلى 10 درجات في امتحان الانجليش في الجامعه، والجي بي اي بتاعي ما كانش اعلى حاجه، بس كان امتحان الانجليش عامه هو اللي فارق معايا قوي. فركزوا امتحان الانجليش وحضروا له كويس. طيب عشان بس ما اكونش سبت اي تفصيله، امتحان الانجليش بيكون عباره عن ايه بالظبط؟ امتحان الانجليش بيكون عباره عن كذا سيكشن. في سيكشن ريدنج وفي listening وفي رايتنج. انا عندي ما كانش في سيكشن سبيكنج، بس في بعض الجامعات التانية بيكون فيها سيكشن سبيكنج عادي. من وجهه نظري ومن وجهه نظر كل الطلاب الاجانب، الامتحان كان سهل جدا. هو الامتحان لو انت مستواك ما بين بي 1 وبي 2 في الانجليش، فالامتحان هيكون بالنسبه لك سهل جدا. طبعا لو مستواك اعلى من كده، فطبعا درجتك هتكون برضو اعلى. وطبعا لو الجامعه عندك منزله سامبلز الامتحان بتاع السنين اللي فاتت، فبص عليها واتدرب عليها كويس عشان تبقى عارف برضه نظام الامتحان عامل ازاي بالظبط. حتى لو انت مستواك مش كويس، بس لو اتدربت على نظام الامتحان وحليت عليه حاجات كتير، فهتخش الامتحان ان شاء الله وتجيب درجه كويسه. طب انا اقدر اقدم على ايراسموس امتى بالظبط؟ في جامعات ممكن تقدم فيها من بعد الترم الاول من السنه الاولى على طول، زي ما انا عملت بالظبط. خلصت الترم الاول وبعدين قدمت على ايراسموس، وبعدين خلصت الترم الثاني في الجامعه عندي، وبعدين في الترم الثالث او من الترم الاول بتاع سنه ثانيه رحت ايراسموس بعد كده. فانت في السنه اللي انت فيها بتقدم على الترم الاول او الترم الثاني في السنه اللي بعدها، وبعدها بيكون عندك اوبشن انك تختار انك تروح الترم الاول من السنه اللي بعدها او الترم الثاني من السنه اللي بعدها. في اوبشن برضه انك تروح تدرس السنه كامله هناك، بس اغلب الناس بتروح ترم واحد بس وبعدين بترجع تاني. طيب التقديم بيفتح في انهي شهر بالظبط؟ التقديم بيفتح في شهر واحد من كل سنه، ممكن مثلا في نص شهر واحد او في اخر شهر واحد. وامتحان الانجليش برضه بيكون في نفس الوقت ده. والجامعه في الغالب بتبعت ايميل لكل الناس بتقول لهم ان المنحه خلاص فتحت، فاللي حابب ان هو يقدم عليها يقدم. وانت برضه في الشهر ده اسال كده الجامعه بتاعتك، اسال برضه ايه لو في اي سامبلز امتحان الانجليش زي ما قلت من شويه. في معلومه بس سريعه على الماشي كده، هل دلوقتي لو انا رحت ايراسموس مره اقدر ان انا اروح مره تانية او ثالثه ولا ايه؟ اه تقدر انك تروح اكتر من مره، تقدر تروح لحد 3 ترمات في كل فتره الدراسه بتاعتك. بس الفكره بقى في ايه؟ انك لما تحب تقدم مره تانية بيتخصم منك 10 درجات في المره التانية اللي بتقدم فيها. يعني دلوقتي مثلا على حسب الحسبه اللي احنا قلنا عليها من شويه، الجي بي اي بتاعك زي امتحان الانجليش انت جايب 70%. فعشان بقى انت حد غالي عندهم وعشان انت رحت ايراسموس قبل كده، فانت طبعا مش هيتساوي زي الناس التانية اللي ما راحوش ايراسموس قبل كده. فانت لما تحب تقدم مره تانية مش بتاخد ال 70% كاملين، يعني مثلا خلاص انت جبت 70% بس بيتخصم منك 10 درجات، فكده درجتك بتكون 60%. بس فعشان كده الموضوع طبعا بيكون صعب جدا، الا بقى لو انت جايب جي اي 4 باي 4 وجايب اعلى درجه في امتحان الانجليش، فانت مش محتاج اصلا تتفرج على الفيديو بتاعي دلوقتي، ربنا معاك ويسهل لك. بس انا دلوقتي بتكلم في الحالات العاديه والناس الطبيعيه، يعني ان الموضوع فعلا بيكون صعب ان تاخد ايراسموس اكتر من مره. طيب انت قدمت على ايراسموس مره بس ما اتقبلتش، تعمل ايه؟ هتقدم السنه الجايه؟ ما اتقبلتش السنه الجايه تقدم السنه اللي بعدها، ولا بيحصل خصم في البوينتس ولا اي حاجه. حوار الخصم اللي قلت عليه ده بيحصل لما انت بس ايه تروح المنحه، وبعدين بقى بتحب ان انت تقدم مره تانية، فساعتها بيخصموا منك النقط دي. طيب انت قدمت والحمد لله اتقبلت، هقول لك مبروك عليك، بدات رسميا مرحله الجد ووجع الدماغ والاوراق اللي ما بتخلصش. بس انا طبعا مش هسيبك كده. ان شاء الله في الجزء الجاي هتكلم عن كل الاوراق وكل التفاصيل اللي كانت مخفيه عني وما كنتش اعرف عنها حاجه، وقعدت كتير قوي عشان اوصل للتفاصيل دي. بس ان شاء الله في الجزء الجاي هغطي التفاصيل دي كلها. الجزء ده بس كان مجرد كده حاجه بسيطه، كنت بتكلم بس عن منهج ايراسموس في المطلق للي ما كانش يعرفها، وبتكلم بقى عن الشروط والحاجات اللي هي ايه اللي اغلب الناس ممكن تكون اتكلمت عنها. بس في الجزء التاني ان شاء الله هتكلم بقى عن كل الحاجات دي بالتفصيل الممل، هتكلم بقى عن ازاي تختار الجامعه اللي تروحها وازاي تقدم على الفيزا وهتحتاج فلوس قد ايه بالظبط. كل الحاجات دي هغطيها ان شاء الله في الجزء التاني من الفيديو. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك، ولو ما عجبكش اعمل سبسكرايب للقناه، يمكن لما تشوف الفيديو التاني يعجبك. ولو في حد عنده اي سؤال يكتب في الكومنتس او يبعت لي على الانستجرام وان شاء الله هرد عليه على طول. وبس كده اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.